تعالوا نعمل مع بعض شوية رز بالخلطة. هجيب عندي كبد وقوانص واغسلها كويس واحطها في المصفى، وبعد كده هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. هخلي القوانص لوحدها والكبدة لوحدها، وبعد كده هجيب مكعب زبدة وشوية زيت على النار، وهنزل عليهم ببصلة مبشورة، وبعدين هحط مكعب مرق الدجاج، وبعد كده هحط القوانص، وهحط التوابل بتاعتنا زي ما انتوا عايزين، فلفل اسود، حبهان، شوية قرفة طبعا وبابريكا، ولو حابين شوية بهارات. وبعد كده حطيت فصين توم ونزلت بالكبدة، وبعد كده حطيت معلقتين سلطة طماطم، ممكن تحطوا من البرطمان وممكن تكون صلصة عندنا في التلاجة يعني عاملينها احنا بنفسنا. وبعد كده هغسل الرز وهصفيه من المية وهحطه على طول على الكبد والقوانص، وبعد كده ما تنسوش تحطوا الملح. وعندي ميه سخنه عشان خاطر كده الرز ما يعجنش معانا ويستوي على طول، وده شكله في النهايه. اتمنى تجربوه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.